السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل بس مباشر، بعد حادث عقار أسيوط بدأ إزالة 7 أدوار لبناء مخالف بمنطقة قلته بنطاق حي غرب. بدأت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط أعمال إزالة 7 أدوار مخالفة ببرج سكني حديث بشارع أحمد مدحت بمنطقة قلته، مجاور للعقار المنهار، والذي راح ضحيته 7 أشخاص وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة. وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تم إخلاء عمارتين تصدعت مبانيهما إثر انهيار عمارة مجاورة حفاظا على أرواح السكان، مشيرا إلى بدء إزالة الأدوار المخالفة من العمارة المجاورة للعقار المنهار، وذلك بشكل يدوي وتدريجي حرصا على سلامة العقارات المجاورة. وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الترصد الميداني لرصد أي محاولات للبناء المخالف ووقفها في المهد، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء للتنفيذ القانون. وشهدت منطقة قلته بحي غرب مدينة أسيوط انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق أسفرة عن 7 ضحايا وإنقاذ فتاة وسيدة من تحت الأنقاض. وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.